يا جماعه انا عندي مشكله كبيره جدا. ماما منعاني ان انا احط ميك اب زي ما انتوا شايفين كده، بس انا شايفه ان هي غلط عشان انا بقيت مراهقه دلوقتي، فحقي احط ميك اب، حق ابقى براحتي. انا عندي 13 سنه فلازم احط ميك اب عادي. فانا قررت ان انا اتحداها، هحط ميك اب من غير ما احط ميك اب. اكيد انتوا بتسالوا دلوقتي هي ازاي هتعمل كده، هي هتعمل ايه يا ترى؟ نادين ازاي هتعملي كده يا نادين؟ انا واحده من المتابعين. ما تيجوا نشوف. ايه الرخامه دي؟ صحيح، قبل ما نبدا عايزينكم تعملوا لايك سبسكرايب كومنت وكل حاجه. يلا بينا الفيديو الجاي. ايه ده؟ ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ انا نادين زي ما انتوا عارفين، والنهارده هنعمل فيديو جامد 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 جامد. قلنا احنا هنبطل جامد جامد جدا، دي هيبقى فيديو حلو قوي. ماشي، الفيديو النهارده ان انا هعمل ميك اب من غير ما استخدم ميك اب برودكتس. انا شخصيا مش مصدقه الكلام ده، ازاي؟ ومش مقتنعه ان هيطلع اي حاجه وهيبقى عك على الفاضي من مصروفك. نعم. ولو طلعت وحشه هتاكليها. نعم. ايوه مش هو اكل، هتاكليه. انت بتحرقي لهم الفيديو ليه يا جماعه؟ هعمل ميك اب بالفود برودكت. اسفه يا جماعه. يلا، اول حاجه يا جماعه اهي المرايه. يا جماعه فيس ريفيل للكاميرا. اهم حاجه ده طالعه ان شاء الله. لا، اول حاجه هنعملها احنا نحط الفاونديشن. احنا هنستخدم المكونات دي للفاونديشن. بام بام با. حاسه هيبقى مستحيل احنا نعمل فاونديشن بالمكونات دي، بس يا جماعه هيحصل. يا جماعه عندنا هنا كريمي زبادي، تاني حاجه عندنا بينات باتر، وتالت حاجه عندنا مارشميلوز. يلا بينا نبدا. معلش، هتحطي المارشميلو في عينيكي ولا ايه؟ مش فاهمة. لا، المارشميلو هيبقى بيوتي بلندر. يا سلام، ماشي كده كفايه. تاني حاجه هنحط الزبادي. الزبادي ده هيخليها تبقى يعني ده كتير قوي، حطي حته صغيره وزودي. يا جماعه حاسه هيبقى فاتح عليا شويه. ماشي، مش كده قريب من لون بشرتي خالص خالص. هنحط الرايب عشان نطريها شويه. ده كتير قوي. انا كده هبقى بيضه يا جماعه. تنترررن. ممكن ابقى زي الناس اللي من كوريا دول اللي بيجيبوا درجه. يا جماعه هبقى كوريه. محتاجه يغمق شويه. ازاي بقى؟ نحط عليه مثلا كاكاو او قهوه. ماشي يا جماعه القهوه اهي. ابو عوف. بس كده بس كده بس كده. قلبي كده ووريني. مش رايح في الدرجه بتاعتي، بقى جراي شويه، فاهمه قصدي؟ بسم الله. ماشي، هنحط بقى. انا شايفه كده من المرايه الحته اللي محتاجه فاونديشن ولا كونسيلر. فاونديشن. ماشي، نحط هنا. الله، توزع كويس بقى. لو في بيوتي بلندر عدل. بيوتي بلندر حقيقيه. احنا كده بنستعمل ادوات ميك اب وده ما ينفعش. ما عملتش حاجه. هو بصراحه قريب من البرايمر شويه عشان مش بيعمل لون في جسمي. هو ما بيعملش لون اصلا. دي يا جماعه النتيجه. هي مش هتعمل بلند اكتر من كده، بس ايه، عادي عادي. بس وشك نور يا نادين. نعم. وريحته ايه ما اقولكيش. مش عارفه اشم نفسي بصراحه. هدوق بقى الميكس ما بين المارشميلو والبينات باتر بس بسبونج جديد عشان ما تروحوا جسمي. يلا. طب والله حلوه يا جماعه. بالغلط باكل الفاونديشن اللي في جسمي عشان بصراحه طعمه حلو شويه، يعني بعمل كده. انا رحت لتاني خطوه اللي هو البلاش. الاكل بيروح على شعري يا جماعه. لقيت ان الروجوجو بيتعمل بباودر، فهستخدم الجلي، الباودر بتاع الجلي. يا جماعه ادوق الجلي لوحده الاول. في معاكي فرش؟ بس ده مش معلش ما لقيتش فرشه عادي، كده كده بنستعملها. بتلزق يا جماعه. ما ده اللي انا قلته. ايه ده؟ لا تصدقي، لا هي محتاجه تبقى سايله، حطي عليها. بصي في بينك. بس مش كفايه ولا ايه؟ ماشي، هحط شويه كمان. هحط مثلا اللبن الرايب نقطه. يعني انت محتاجه تزودي الجيلي قوي. انت ليه بخلانه في الجيلي كده؟ حاضر. عامه ده لون حلو قوي. تقريبا مش هحط سائل في الفرشه. احنا هنضيفها بقى. ايه ده؟ الله.
احمر احمر. كيوت. فرقعت في مناخيري يا جماعه، حاسه احنا بنرتكب جريمه دلوقتي. بالعكس ده انت شكلك قمر، انا موافقه انك تنزلي بالميك اب ده. شكلي ميت يا جماعه. هجرب احط بيه روج كده. هحط بقى بالمعلقه عشان مش عايزه ابهدل بيوتي بلندر اكتر من كده. انا بالغلط كلته يا جماعه. مش هنعملها كده. ما بيثبتش هنا ليه؟ ماشي، هنركز فيه بعدين يا جماعه. يلا نروح على الخطوه اللي بعدها اللي هو الكونتور. تن تن تا. يا جماعه الكونتور هو اللي بيحدد البشره، بيحدد الوش. يا جماعه برضو مش بفهم في الميك اب. انا هحط شويه ايه ده يا هوي، وقعتي في الارض. نجيب شويه نشا عشان نخليها يعني قطره. لا هتخليها ماسكه نفسها. ماشي. وهنحط شويه رايب. ماشي. ميه رايب هتفتحيه، ما فيش كونتور ابيض. دي يا جماعه كده اوبليك هتتحط على الوش عشان تحدد الوش. يعني ايه؟ يعني الخدود تبقى بارزه كده. بديكم محاضره في الميك اب يا جماعه. حاسه بحاول اعمل سلايم. انا عايزه اسال سؤال في الاول يا جماعه. قولوا لنا اول مره شفتوا نادين كان سنه كام وكان في فيديو ايه؟ انا عن نفسي اول مره شفت نادين كان وهي عندها يوم واحد ساعه واحده، وما كانتش في فيديو، كانت لايف. لا، اول مره شفت ماما كان في 2017. يا نهار اسود، قعدتي 5 سنين ما شفتيش. عشان بصي انا ذكرياتي وانا صغيره اكيد ما كانتش مش فاكراها طبعا. اول ذكرى فاكراها من ماما عندي 5 سنين. المكان بتاع الكونتور. لا ده مش المكان، ده مكان الرجاجو يا حبيبتي. الكونتور هنا بصي تحت الخد، تحت عظمه الخد. هو بيشتغل تحفه يا ماما. وفي الجو لاين كمان. احلى كونتور. ماشي. ايه بقى الخطوه اللي وزعي الاول في المناخير. مش هتعملي كونتور في مناخيرك؟ صح. ايه ده؟ عملت ايه؟ انا عملت هو ايه ده؟ هو ايه اللي حصل؟ بيروح منك. ويا جماعه بعد ما عملنا الميك اب لازم نثبته بباودر. يا جماعه عك قوي اللي احنا نعمله ده. عندنا هو الفرشه ماشي يلا. انا خايف. والله يعني. طب والله حلوه صح؟ حاسه انك احسن نفسيا لا. وشيا حاسه وشيا لا برضو. يلا الناحيه التانية ايه يا بنتي؟ ما تمسحيش. ايه ده؟ طب والله بتثبتها كويس. انا هستخدمها لما استخدم ميك اب بجد. ليه؟ طب ما تستعملي بودره وخلاص. مش بتثبت زي دي. في تحسن كبير على فكره حصل. مش انا شكلي قمر؟ حلوه قوي. نعم يا جماعه. الخطوه اللي بعدها هي الاي شادو. ايه ده يا بصوا على بنطلوني يا جماعه. الجوله الجايه هنحط اي شادو. هنستخدم الاستاذ كركم. صح؟ كركم. يا جماعه بمناسبه الكركم يلا نعمل تحدي الكركم بعد ما تخلصي بقى. معلش يا جماعه. ده يا جماعه بيتاكل، ما تخافوش. ده ذهبي، لون ذهبي للاكل. الكركم طبعا عشان اللون الاصفر. هحط اصفر فوق عينك. هبقى زي كليوباترا كده. يا جماعه اكيد في ناس هيعملوا كومنت ان انا بهدر الاكل، بس بستخدم كميات قليله قوي قد النقطه، وفي الاخر ممكن اكل الباقي. ممكن بقى اخلي راستي ياكل بالمارشميلو. وانت تمسحي وشك وتاكليه. في فرشه، انا جايبه فرشه. صح. طب والله حلو. دي اول حاجه نعملها تطلع شكلها حقيقي. دخل جوه عينيا. انت ليه مقربه من عينك قوي كده؟ قومي اغسلي طيب وشك. اغسلي عينك كويس. تقريبا ايام زمان الناس كانوا بيستخدموا الكركم. على فكره ممكن كانوا بيستعملوا حاجات طبيعيه. يا جماعه بقيت رجعت لايام زمان. نادين بقت فرعونيه يا جماعه. بقيت فرعونيه يا جماعه. بقيت كليوباترا. ماشي. نحط ده بقى في الحرف صح؟ الذهبي في الحرف. ده جوه. ده جوه. اسمه شيمر، بس غمضي عينك. هو ايه كل الشمر ده يا جماعه؟ مليتي الفرشه وبعدين بقى اعملي لهم بلند. حاضر. لا تسمعني. ما تحطيش تاني.
ما شاء الله. طب والله وحش. يلا بقى يا جماعه اوريكم تحطي الكركم. بام بارام بارام بارارارا بام بارام بارام بارارارا بام بارام بارام بارارارا. هو ايه ده بجد؟ ودلوقتي يا جماعه جه ميعاد الروج. دي يا جماعه مربى كريمي، ودلوقتي هاخد كده واحطها في بقي. استر يا رب. استر يا رب. عايزه اكل. اصلا يا جماعه مش بحب المربى، بس ده يعني حلو. بقدر اسحب الغلط. يلا حطيها على يلا حطيهم على بقك دول بقى. ما عملتش حاجه. ده عك التنين. امال نعمل ايه؟ تعالي نجرب الجيلي بعد ما حطينا عليه. تعالى فود كولرينج احمر. وعك بقى. ده مش عك. مصباح. ايه ده حلو عمال. ايه ده؟ بس يعني بلاش الشنب اللي فوق بقك ده مسحيه. وده يا جماعه اللوك النهائي ليا، اتمنى ان هو عجبكم. نادين في حته عند شفايفك كده، يعني هي دي اللي ناقصه يعني. ده اللوك النهائي نادين. بصوا يا جماعه شيك ازاي وجميله وطبيعيه. احلى حاجه انها ناتشرال يعني. اللوك عباره عن فاونديشن، روجاجو، كونتور اهو مناخيرها، واي شادو، وروج. حاجه في منتهى الجمال ومن غير ما نحط اي وسيله صناعيه للبشره، كلها حاجات طبيعيه ومفيده. ولو عندكم اي اسئله عن الميك اب، انا اكتر واحده شاطره في التخصص ده، فلو عندكم اسئله. نادين ميك اب ارتست يا جماعه. ايوه بالظبط. شايفين اصلا شكلي حلو قوي. وده يا جماعه كان فيديو النهارده، واتمنى ان عجبكم الفيديو، وعايزاكم تعملوا لايك سبسكرايب كومنت وكل حاجه، ونشوفكم الفيديو الجاي. باي.